قصتنا بتبدأ يوم ما طالب عادي زي أي حد اسمه أيانا كوجي بيروح مدرسته الجديدة، مدرسة طوكيو المتقدمة للتربية الراقية. أيانا وهو في الأتوبيس بيشوف موقف غريب، بنت شعرها أشقر بتطلب من الناس في الأتوبيس يسيبوا مكانهم عشان ست كبيرة في السن تقعد وترتاح. معظم الطلبة رفضوا يسيبوا كراسيهم، بس لحسن الحظ حد ساب كرسي للست دي والرحلة كملت عادي. أيانا كوجي وصل المدرسة وهو رايح الفصل بتاعه، بنت وقفته وسألته ليه كان بيبص عليها في الأتوبيس. أيانا بهدوء قال لها إنه بس كان بيبص ناحيتها ومفيش حاجة. البنت الغريبة دي قعدت تهبط في كلام كتير عن نفسها، وأيانا استناها تخلص كلامها وبعدين راح الفصل. وبنعرف إن مدرسة طوكيو دي مدرسة مرموقة، بيقولوا إن نسبة توظيف خريجينها 100%، وإنها بتقبل أحسن الطلبة في اليابان كلها. أيانا بينضم للطلبة الجدد اللي كانوا بيسمعوا خطاب ترحيب من رئيس مجلس الطلبة، وهو بيسمع الخطاب اكتشف إنه في نفس الفصل مع البنت اللي كانت مكبرة عليه من شوية. ومش كده بس، الأسوأ من كده إنهم قاعدين كمان جنب بعض. الكل اتجمع عشان يعرفوا بعض. أيانا كوجي كان بيفكر هيقول ايه عن نفسه، كان خايف يحرج زمايله لأنه حس إن مفيش حاجة مثيرة عنه. لما جه دوره عمل تعريف عن نفسه نص نص كده، وقال لزمايله عن حياته المملة، لكن الطلبة برضه شجعوه وسقفوا له. في اللحظة دي أستاذتهم دخلت وعرفت بنفسها باسم ساي، ووزعت نسخ من كتاب قواعد المدرسة على الطلب. بعدين بدأت تشرح القواعد الخاصة بالمدرسة، وقالت لهم إنهم هيعيشوا في سكن داخلي وهيبقى عندهم إذن محدود يخرجوا بره المدرسة، لكن قالت لهم ما يقلقوش، المدرسة فيها كل حاجة المراهق العادي ممكن يحتاجها، زي سينما للترفيه وحديقة حلوة للراحة. وكمان ساي قالت للطلبة عن العملة اللي هيستخدموها في المدرسة، كل طالب هياخد 100,000 نقطة كل شهر يصرفهم في حاجات جوه المدرسة بس. بعد الفصل أيانا كوجي راح السوبر ماركت في الحرم الجامعي يجيب شوية حاجات، وهناك صادف البنت المتعالية دي تاني وسألها عن اسمها، قالت له إنها هوريكيتا سوزون، وساعتها لاحظ إنها بتشتري حاجات رخيصة رغم إن عندها نقط كتير فشخ. حاول يفتح معاها كلام بس هي كانت بتبعده، وقالت له إنها مش محتاجة صحاب. وفجأة سمعوا حد بيصرخ وراحوا يشوفوا فيه ايه الحكاية، لقوا سود وواحد من زمايلهم عنده مشاكل في التحكم في أعصابه، واتخانق مع شوية طلبة من الفصل سي. وأيانا كوجي وقف الخناقة وكمل يومه عادي. بعد كام يوم زمايل أيانا بدأوا يعملوا مجموعات، وهو اكتشف قد ايه هو فاشل في تكوين صداقات. وهو بيتمشى في الممر قابل كوشيدا، بنت طلبت منه يديها معلومات عن سوزون عشان عايزة تبقى صاحبتها. بعد الفصل أيانا طلب من سوزون تروح معاه الكافيه، وهي وافقت، وهناك لقوا ترابيزة فاضية وقعدوا، وكوشيدا سابت مكانها وراحت تكلم سوزون، بس سوزون حست ان في حاجة مش مظبوطة وقامت ومشيت. بس كوشيدا حاولت تترجاها تبقى صاحبتها، بس سوزون رفضت ومشيت وسابتها. وهي راجعة السكن أيانا لقى كوشيدا وأصحابها بيتكلموا مع طلبة من فصول تانية عن نظام النقاط وإزاي بيصرفوا نقاطهم في كل شهر. بالليل أيانا كوجي فكر في إزاي زمايله صرفوا نقاطهم بشكل سيء، وكمان فكر واستعجب هما إزاي مهملين لدراستهم كده. اليوم اللي بعده كان أول يوم في الشهر الجديد، يعني المفروض الطلبة ياخدوا نقاط جديدة، لكن ساعتها ساي دخلت الفصل وقالت لهم إن المدرسة بتدي نقاط بناء على تقييم الأستاذ للفصل عشان تصدمهم، وهتقول لهم إنها ما ادتهمش أي تقييم، يعني مفيش نقاط للشهر ده. بعد كده سوزون راحت مع أيانا كوجي جنب حمام السباحة، وبصوا على كوشيدا اللي كانت بتلعب مع بنات تانيين. سوزون بدأت تسأل أيانا عن نظام المدرسة، وده نظام بيرتب الفصول من LD بناء على الأداء والسلوك في الدراسة، وكل طالب بياخد 100,000 نقطة في الفصل، والنقاط دي بتقل كل ما يعملوا حاجة غلط. وبنعرف إن الفصل دي أضعف فصل بين الطلبة الجدد، وما كانش عنده ولا نقطة بسبب إهمالهم، وعشان يرجعوا النقاط لازم ينجحوا في الاختبارات ويثبتوا للمدرسة إنهم يستاهلوا نقاط جديدة. أيانا فكر سوزون إنها واحدة منهم وهتضطر تشتغل معاهم لو عايزة تتخطى الفصول التانية. وسوزون بصت على إيد أيانا وسألته لو بيلعب رياضة، قال لها لا. بعدها كوشيدا خرجت من المية وسألت سوزون تسبح معاها، بس سوزون رفضت وكملت طريقها. وكيل الفصل بعد كده جمع الكل وقال لهم لازم يشتغلوا مع بعض لو عايزين نقاط تاني. وفي مكان قريب رئيس مجلس الطلبة كان بيهني طلبة الفصل ايه عشان جابوا 940 نقطة. وبعد استراحة التربية البدنية الطلبة رجعوا الفصل، وهنا سوزون دعت أيانا كوجي على الغدا وجابت له أكل غالي، وقالت له كمان عن خطتها إنها تعمل مجموعة دراسة للطلبة الضعيفة في الفصل عشان ينجحوا في الاختبارات الجاية. وساعتها أيانا كان متردد، بس هي ادت له بياناتها وسابته يقرر. أيانا كلم
تكلم كوشيدا عشان تشرف على مجموعات دراسة لسودو وكام طالب ضعيف، وكوشيدا وافقت على طول. وبعدين ايانا اكتشف انها خلاص جابت اضعف 3 طلاب، وهنا ايانا كلم سوزون تسألها لو هتوافق ان كوشيدا تدرس للطلبة، بس سوزون رفضت. بس كوشيدا عرفت وقررت تعمل حاجة. اليوم اللي بعده ايانا وسوزون وكوشيدا عملوا مقابلة صغيرة للطلاب الضعيف، وزي ما كان متوقع سوزون اتكلمت معاهم بطريقة مستفزة، وده خلى الباقي يمشوا من غير ما يتكلموا. بعد كده سوزون ندبت انها طلبت مساعدة ايانا وكوشيدا هي كمان قامت تمشي وقالت انها تعمل حاجة بخصوص الموضوع ده. وهنا سوزون اتضايقت وسألت كوشيدا ايه الهدف الحقيقي بتاعها، وكوشيدا مشيت وهي بتعيط. بالليل بقى ايانا خرج من السكن عشان يجيب حاجة، ولقى سوزون بتتكلم مع رئيس مجلس الطلبة اللي طلع اخوها، وكان زعلان منها عشان دخلت اضعف فصل في المدرسة، ورفع ايده كمان عشان يضربها، بس ايانا تدخل ومنع الضرب. وهنا الرئيس هاجم ايانا عشان قاطعهم، بس ايانا تفادى كل ضربة، والرئيس انبهر وسأل عن خلفية ايانا، وطلع ان ايانا متعمد جاب 50 في كل امتحانات القبول عشان عايز يدخل الفصل دي. الرئيس مشي وايانا وسوزون قعدوا يتكلموا. سوزون سألته لو فعلا تلاعب في درجاته زي ما اخوها قال، بس ايانا قال لها ان دي مجرد صدفة. بعد كام يوم ساي اعلنت عن نتائج الامتحانات النصفية وهنت الفصل عشان نجحوا كلهم، والكل فرح وكانوا بيشكروا كوشيدا عشان ساعدتهم يذاكروا اصعب المواد. 3 ايام قبل الامتحان ايانا شاف سودو بيتخانق تاني مع نفس طلبة الفصل سي، بس المرة دي ريوين زعيمهم جه يستفز، وسودو كان هيتضرب لو ما كانش اتشينوس من الفصل بيجي في الوقت المناسب ووقف الخناق. وساعتها ريوين وجماعته اضطروا يمشوا، وايانا كمان قال لسودو يهدى المرة الجاية. بعد الخناقة ايانا طلب من سودو ينضم لجلسات الدراسة مع كوشيدا، بس سودو رفض وراح يتدرب كرة سلة. بعد التدريب سوزون قابلت سودو بره القاعة واديته ملخصات المواد، وهناك قالت له لازم يذاكر لو عايز يكمل لعب كرة سلة، وسودو على طول وافق. واليوم اللي بعده كوشيدا قابلت ايانا في الكافيتيريا يشتروا اسئلة امتحانات نصفية قديمة من طالب سنة تانية، واتفقوا يدفعوا 10 نقاط، بس الواد طلب 30. وهنا كوشيدا وايانا قعدوا يفاصلوا معاه لحد ما دفعوا 15 والواد وافق. بعد الغدا ايانا وكوشيدا خدوا استراحة بره، وكوشيدا سألته لو شراء الاسئلة القديمة ده قانوني، قال لها انه قانوني تماما. وبعدها الواد بعت لهم الاسئلة، وايانا قارنها باسئلة من 3 سنين فاتوا واكتشف انها نفس الاسئلة. كوشيدا ساعتها فرحت، بس ايانا قال لها تقول للكل ان هي اللي جابت الاسئلة عشان هو عايز يبقى خارج الاضواء. قبل الامتحان بيوم كوشيدا وزعت الاسئلة على زمايلها وقالت لهم يذاكروا كويس، والكل حس براحة وشكرها. لما رجعوا للحاضر ساي قالت لهم ان معظمهم نجحوا، بس في واحد ما جابش درجة النجاح. وهنا بنعرف ان سودو اللي دايما متعصب جاب 39 بدل 40، ويعني انه هيطرد. بس زمايله حاولوا يقنعوا ساي ترجع عن طرد سودو، بس هي رفضت ومشيت. ايانا على طول راح وراه على السطح وكلمها عن القواعد والاخلاق، وساي قالت له يخش في الموضوع على طول، فطلب منها انها تضيف نقطة لدرجة سودو عشان يفضل في الفصل. وساي ضحكت وقالت له مستحيل، وايانا سألها هيحتاج كام نقطة عشان تقنعها، قالت له 100,000 نقطة. بس ايانا ما كانش معاه العدد ده، فحاول يلاقي طريقة تانية. ولحسن الحظ سوزون انضمت لهم وعرضت تدفع نص التكلفة مع ايانا عشان يشتروا النقطة لسودو. وهنا ساي ابتسمت لانها عارفة ان مفيش ممر من قبول الصفقة. بعد الفصل ايانا شكر سوزون على مساعدتها، وسوزون قالت له انها عملت كده عشان مصلحتها. ايانا قال لها انه عارف انها عمدا جابت درجة اقل عشان الطلبة الضعيفة ما يحسوش انهم مهملين. بعد كام ساعة الطلبة اتلموا في اوضة ايانا يحتفلوا برجوع سودو، وكمان سألوه ازاي غير رأي ساي، وقال لهم ان سوزون هي اللي عملت كل حاجة. بعد الحفلة ايانا وكوشيدا فضلوا ينضفوا قبل ما يناموا، وقبل ما كوشيدا تمشي سألته لو بيحب سوزون، وقال لها انها مجرد جارته. وبعدها كوشيدا شكرته ومشيت، وقبل ما تبعد ايانا لاحظ انها نسيت التليفون، فراح وراها بس ما لقاش في اوضتها، فمشي ورا خطواتها ولقى كوشيدا البريئة بتشتم سوزون عشان كانت قاسية معاه. وبعدين شافت ايانا كوشيدا وشها اتغير، وسألته لو شاف اللي عملته ده، قال لها انه ما شافش حاجة بس كان بيكذب. كوشيدا هددته انه لو قال حاجة هتتهم انه اتحرش بيها وهتدمر مستقبله، وايانا وعدها انه هيسكت، وكوشيدا رجعت لطبيعتها البريئة. اليوم اللي بعده استاذة فصل بي اعلنت تحديث النقاط
النقاط، وأيانا انضم لكوشيدا وسوزون في المصعد رايحين السكن. وهما في الفصل أيانا افتكر حالة كوشيدا اللي شافها امبارح واستغرب ازاي هي قريبة من سوزون تاني. سوزون وقفت في نص الطريق وخرجت من الأسانسير بوش زعلان، وبعد كده إتشينوس قابلتهم وسألت لو الفصل دي خد نقاطهم. وهنا أيانا وكوشيدا استغربوا سؤالها في الفصل، وساي قالت لهم إن في مشكلة في برنامج توزيع النقاط والفصل دي هيستنى شوية قبل ما يعرفوا نقاطهم. إتشينوس طلبت من أيانا يقابلها بعد الفصل، وراح مكان منعزل في المدرسة ولقاها مستنياه. إتشينوس دخلت في الموضوع على طول وطلبت من أيانا يبقى صديقها المزيف. قالت له إنها لقت رسالة حب في الخزنة بتاعتها ومش عايزة تجرح مشاعر اللي كتبها، وان لو ايانا بقى صديقها حتى لو لاسبوع الشخص ده ممكن يفهم ويبطل يلاحقها. فايانا قال لها انه مش عايز يدخل نفسه في دراما وانها لازم تقول للشخص ده مشاعرها الحقيقيه. في اللحظه دي شيهارو اللي بعت الرساله قابل إتشينوس، وايانا سابهم يتكلموا. بعدين شيهارو خرجت بتعيط زي ما يكون اترفضت، وإتشينوس خرجت بابتسامه وشجرت ايانا على مساعدتها. بعدين ايانا رجع الفصل ولقى سودو بيزعق وبيقول لزمايله ان طلبه الفصل سي استفزوه عشان يهاجمهم. ساي دخلت بعد شوية وقالت لهم ان الفصل في سي قدم شكوى ضد سودو عشان اتخانق مع 3 من الطلبة بتوعه، بس سودو قال انه كان بيدافع عن نفسه بس محدش صدقه بسبب عصبيته. وبالليل رايوين زعيم فصل سي كان بيستمتع في بار المدرسة. واحد من جماعته جه وهو مضروب جامد وبيحكي عن الحادثة مع سودو، وبدل ما رايوين وسي خلى الحارس بتاعه يضربه اكتر عشان يبقى الضحية. اليوم اللي بعده سوزون سألت ايانا ايه رأيه لو كان ندم انهم ما خلوش سودو يتضرب لما كانت عندهم الفرصة. ايانا ساعتها قال لها ان تادر ده حد من زمايلهم مش هيفيدهم، وان تخطي ترتيب الفصول شغل جماعي. وكيل الفصل بعد كده جمع الكل عشان يساعدوا ويثبتوا براءة سودو، والكل بما فيهم ايانا وافقوا يساعدوا، وسوزون رفضت تقول رأيها ومشي. بعدين كوشيدا قابلت ايانا وحددوا ميعاد بعد المدرسة عند النافورة مع 2 طلبة تانيين، وإتشينوس انضمت لهم وعرضت تساعد، بس ايانا رفض مساعدتها لانه شاكك ان عندها اجندة خفية. بس ساعتها إتشينوس قالت له يهدى وانها بس عايزة تساعد. في النهاية الكل بدأ يحقق في القضية عشان يعرفوا مين البريء. وفي لحظة إتشينوس جات لها رسالة مجهودة بتلميح جديد، كانت عايزة تدفع نقاط للشخص ده بس ما كانتش عارفة ازاي لانه مجهول. وايانا ساعدها واكتشف ان عندها 2.6 مليون نقطة بدل 100,000. بالليل الطلبة اتلموا في اوضة ايانا يناقشوا اللي لقوه، وسوزون جت بعد شوية وقالت لهم انها اكتشفت ان ساكورا هي اللي بعتت الرسالة المجهول. وساكورا اللي كانت في اوضة ضلمة جات لها مكالمة من كوشيدا بس رفضت ترد، وسوزون قالت لهم ما يقلقوش منها لان شهادتها مش هتفرق في حاجة. وبالليل كوشيدا زارت ايانا عشان يتكلموا عن القضية، واخدوا يتمشوا شوية في الحرم الجامعي، وايانا بدأ يتكلم عن الجريمة وكده. وساعتها كوشيدا سألته لو فعلا يعرف كل حاجة عن سوزون. ايانا قال لها مستحيل يكون يعرف كل حاجة عن اي حد، وكوشيدا كانت هتسأله حاجة بس وقفت في النص ومشي. اليوم اللي بعده كوشيدا قابلت ساكورا تسألها عن الخناقة، وساكورا جريت واعتذرت انها ما عملتش حاجة، وطلع انها مش عايزة تتدخل عشان خايفة سرها ينكشف. ايانا شاف ساكورا بتجري من كوشيدا بس ما كانش يعرف بتجري من ايه، وحس ان الموضوع مريب شوية. بعدين ساكورا قابلت ايانا وكوشيدا في المول الجامعي عشان يصلحوا كاميرتها اللي اتكسرت لما ضربت كوشيدا. الفني اللي بيصلح وهو بيفحص الكاميرا بقى غريب وطلب من ساكورا رقمها وبياناتها، وساعتها ساكورا خافت انه يكون شخص مفترس فترددت تديله بيانات. وهنا ايانا اتدخل وادى بياناته بدلها وقال له يكلمه لما التصليح يخلص. وساكورا شكرت ايانا على مساعدته، وهم مستريحين تحت شجرة كوشيدا راحت الحمام، وساكورا سألت ايانا عن نصيحة لو المفروض تشهد ولا لا، وايانا قال لها تعمل اللي هي شايفاه صح. ساكورا فكرت وايانا قال لها انها لازم تشهد عشان نفسها مش عشان حد. كوشيدا رجعت وطلبت من ايانا يقابلها بالليل عند المايفو، وهناك كوشيدا كشفت سر ساكورا، وهي فعلا بتعمل كاميرا ويب، النضارة اللي بتلبسها في المدرسة عشان تخبي طبيعتها الحقيقية، وان غالبا المقصود انها بتعمل حاجات غريبة على الانترنت. وهما بيتكلموا ساكورا بعتت رسالة لكوشيدا انها تشهد اليوم اللي بعد، وسوزون اتهمت ايانا انه قريب قوي من كوشيدا وبيهملها. ايانا بصلها بوش جد ودخل في التفاصيل المهمة. وفي نص النهار طلبة مختارين من الفصل دي وسي اتلموا في مجلس الطلبة عشان المحاكمة. رئيس المجلس كان
قاضي، وايانا كان موجود مع كوشيدا وسوزون وسودو. ممثلي فصل سي كانوا موجودين مع المحامين بتوعهم، وبعد ما قرأوا تفاصيل القضية سودو اتعصب وقال ان الفصل سي هم اللي بدأوا الخناق. ولما جه دور سوزون تتكلم ايانا لقاها سارحة من الخوف عشان اخوها في نفس الأوضة. ايانا نبهها تركز وتتكلم عشان سودو والفصل. ولما رجعت لنفسها بدأت تسأل الطلبة في بتوع الفصل سي أسئلة محرجة، وقالت لهم ان مفيش منطق ان واحد يضرب 3 من غير ما يتأذي. بس الصبيان رفضوا يعترفوا، فسوزون طلبت من ساكورا الشهادة بتاعتها تدي شهادتها. ساكورا دخلت وقالت كل اللي شافته في الجيم، ومحامي الفصل سي قلل من شهادتها وقال ان مجرد كلام. بس ساكورا قالت له ان عندها دليل على فلاشة وورتهم. الرئيس اخد الفلاشة وشغلها، لقوا صور لساكورا نفسها، بس كملوا ولقوا صورة فيها الصبيان بيهددوا سودو. وبعد الصورة دي المحامي تراجع وطلب تعليق العقوبة للطرفين، بس سوزون رفضت اي حاجة غير الحقيقة وبصت لاخوها وطلبت حكمه. والرئيس قال ان الاجتماع هيتأجل لبكرة الساعة 4. وبعد الاجتماع ساكورا اعتذرت عن ضعفها، وايانا قال لها تفتخر بنفسها عشان ساعدته. وهنا الرئيس خرج وكلم ايانا وساكورا وسألهم لو فعلا يقدروا يثبتوا براءة الصبيان، وايانا قال له انه هيثبت. وساكورا حكت عن حياتها انها كانت مجرد بنت وحيدة مكتئبة، وكانت فاكرة ان شغلها السري مش هيأثر عليها لحد ما واحد من معجبيها بعت لها رسالة تهديد. الصبح بقى ساكورا لقت صور لنفسها في الخزنة بتاعتها. وفي مكان تاني ايانا وسوزون ناقشوا خطواتهم الجاية، وايانا تمنى لو كان في كاميرات مراقبة في الجيم. في النهاية جت لهم فكرة عبقرية. ايانا لها ساكورا لوحدها في الفصل وشكرها عشان ساعدتهم يبرروا سودو. في المقابل وعد انه يحميها من الاذى، وساكورا شكرته وحكت له حاجات تانية. بس ايانا جات له رسالة من ساكورا انها بعتت ايميل، واضطر يمشي ويروح ملعب كرة السلة. وسوزون كانت بعتت رسالة لصبيان الفصل سي من تليفون كوشيدا عشان ما يقدروش يتجاهلوها. ولما وصلوا لقوا ايانا هناك. واحد من الصبيان قام يمشي، بس سوزون وقفته وقالت له يسمع كلام ايانا. قبل ما يمشوا سوزون ورتهم كاميرات مراقبة زي ما قالوا انهم ركبوها قبل شوية، والصبيان ما كانوش عارفين الكاميرات دي اتوضبت امتى، فاقتنعوا ان الخناقة كلها متصورة وبدأوا يتوتروا. بس ايانا هداهم وكلمهم بطريقة خلتهم يخافوا اكتر. الصبيان اتلخبطوا، ولو كملوا والمدرسة اكتشفت انهم كدابين هيطردوا. والحل الوحيد زي ما ايانا وسوزون اقترحوا انهم يسحبوا الشكوى ويعملوا زي ما يكون مفيش اي حاجة حصلت. بس واحد منهم طلع تليفونه عشان يكلم رايون، بس سوزون قالت له ما يعملش كده. وفي النهاية استسلموا وسحبوا الشكوى. وهنا بنوصل لنهاية الجزء الأول من حكاية فصل النخبة. يا ريت لو عجبك الفيديو تعمل لايك وتشترك في القناة وتفعل الجرس عشان تتابع معانا باقي الأجزاء.